ستي قالت لي اللي ايده مش في مقطفه 1000 شيطان يلهفه. المثل ده بيتكلم على ان انت تخلي بالك من فلوسك، وتخلي بالك من راس مالك، وتخلي بالك من حاجاتك. زي ما يقولك دايما ايه، انه المال السايب يعلم السرقة. ان انت لو مش حاطط، مش مركز في فلوسك او في دخلك او في اكلك او في شربك، 1000 شيطان يلهفوا. اكتر من حد ممكن يجي ياخد منك الحاجة وانت مش مركز لان ايدك مش فيها. المثل ده بيتقال ان انت لو انت عندك شغل ايدك مش فيه، لو انت صاحب الشغل وايدك مش فيه، ف1000 شيطان يلهفوا هيجوا يسرقوا منك. على مستوى البيت، على مستوى المصروف البيت، على مستوى الشغل براس المال اللي في حاجات مختلفة. المثل ده هو اكتر مثل بيعبر عن او بيتقال علشان انك تبقى حريص انه ايدك تبقى في مالك، ايدك في مقطفك. المقطف اللي هو كان بيتحط فيه الاكل، فايدك في مقطفك، ايدك في الجزء او في الحاجة بتاعتك او في راس مالك او في الجزء او في الشيء اللي بيشيل اكلك وشربك ورزقك، ايدك تبقى فيه. لان لو ايدك مش فيه 1000 شيطان هيجي يلهفوا وياخدوا منك. شكرا.